ثوار تشرين. ويانا الضيف ياسين بن ماجد، الثائر الوطني العراقي، أحد أبطال ثورة تشرين العظيمة. حياك الله أستاذ ياسين. حياك الله استاذ حيدر، الاخ والقريب والحبيب، المناضل الشريف العراقي اللي ما اعرف شلون اوصفه. اهلا وسهلا بك حبيبي وبرنامجك الكريم. بعد ما شفنا الفيديو، الشخص عمر جمعة اللي مبايع داعش واليوم القضاء يخلي سبيله، وانتم كثوار تشرين شفتوا ايش قد ملاحقين والدعاوي الكيديه اللي تعرضتوا لها، واخواننا بالموصل، صلاح الدين، بالانبار، الفقراء اللي ما عندهم ظهر او ما عندهم ارتباط بالقضاء او بالميليشيات المتمثله بالعصائب والكتائب وبدر وبقيه الميليشيات اللي دمرت الشعب العراقي. دا يشوفون وين وصلوا اليا مرحله. شنو ردك على هذا الفيديو وشنو اللي دا يحصل وياكم من دعاوي كيديه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد استاذ حيدر حبيبي، احنا اذا نبايع داعش، واذا نصير نوصل مرحله مو بس نبايع داعش، لو نصير ارهاب، لو نفجر، لو نقتل، بس نخلي ايدينا بدين الميليشيات راح يتنازل عنا القضاء، راح يعوفنا القضاء، راح يبرينا القضاء. بس احنا اليوم كابناء تشرين وكثوار تشرين، انا راح اعطيك يعني مقاس صغير، انه ثوار العزيزيه الاربعه اللي انحكموا اعدام، هذول اللي انحكموا اعدام شباب متظاهرين صغار، حتى عمرهم مو سن القانون واصلين، انحكموا اعدام لان ثوار احرار، لان طالبوا بحقهم. هذول ما ظهرهم ميليشيا، ما ظهرهم قائد ميليشياوي، ما ظهرهم قوه خارجيه، ما ظهرهم. فاحنا اليوم على شيخ العشره اللي بايع داعش اكيد طلع القضاء، اذا العصائب الظهره واذا الفصائل المقاوله الظهره اكيد طلع القضاء. اما احنا ابناء تشرين، احنا ما عندنا ميليشيا، ما عندنا سلاح منفلت، ما ننتمي لهاي السلطه والاحزاب اللي دمرت هذا البلد. احنا ملاحقين، العالم قتلت وعالم بالسجون وعالم مختطفه وعالم مهجره. وانا واحد من الناس اللي انا تكلمت انتقدت، انسجنت انا وانت كنت حاضر وموجود صاحب موقف، انسجنت انا وطلعت بكفاله، ولا زال اكو عالم بالسجون ما يطلعون الا بكفاله وبمبالغ عاليه. فاحنا نقول هاي الحكومه، القضاء العراقي والحكومه العراقيه واضحه ومبينه كل زين، هي اللي محاسبه خميس الخنجر، اللي محاسبه مشعان، اللي محاسبه غيرهم اللي كانوا يفترون بالايسر ويا داعش. يعني شريد اتوقع من هاي السلطه او من هذا القضاء العراقي. فبالاخير اي واحد يخلي ايده بيد هاي الميليشيات، بيد هاي الفصائل اللي يطبع مع ايران، راح يعيش بخير مع الفصائل والميليشيات. مو مهم يقتل، يذبح، يبايع، مسلم، لا، المهم خلي ايده بيد هاي القادات وبيد هاي الميليشيات. فاحنا اليوم ياسين